إذا الكرة الأولى هي المطيع، من سينفذ هو اللاعب نيوني، اللاعب اللي دخل بالمناسبة في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المواجهة. يوسف المطيع يتحدى اللاعب نيوني. الركلة الأولى مهمة جدا يا المطيع، الركلة الأولى مهمة جدا يا المطيع. واسأل ياسين بونو. ستلعب هذه الركلة، الجماهير تحفز يا المطيع. هذه مباراتك يا المطيع، هذه قد تصنع منها نجم يا المطيع، قد تصنع لنفسك نعم اسم في مباراة مفصلية في مسابقة الشامبيونز. إذا نيوني يتقدم الآن لتنفيذ الركلة. نيوني سجل 1-0 لفريق سيمبا. إذا الفريق التنزاني الأول والأخير. هذه المرة المدرب يعني اختار يحيى جبران أول من يسدد الركلة. نعم هي الأولى لفائدة الوداد الرياضي. يحيى جبران الآن يتقدم، يحيى يسجل، يحيى يسجل 1-1. إذا النتيجة متعادلة في هذه اللحظات. الكلمة لك يا المطيع، مطيع الجماهير تحفز في المطيع. كورتك يا المطيع، ما يسجلش يا المطيع. صايدي يتقدم الآن لتنفيذ الركلة الثانية. كورتك هذه المطيع، كورتك يا المطيع. لا، بقى في مكانه المطيع، كان وليد اليوم هو المدرب، كان وليد هو المدرب. أمين أبو الفتح يتلقى الإشارة. أمين يتقدم، يسجل أمين أبو الفتح. والآن التقدم لفريق الوداد الرياضي، التقدم للوداد الرياضي في هذه اللحظات. هذه الإعادة اختيارات سائبة للاعبي فريق الوداد. هذه الطريقة نفسها حاول يقرأها صح، حاول يتصدى. هنا كابومبي التالي سيمبا. كابومبي المطيع كابومبي وصد المطيع. وبرافو يوسف المطيع في التصدي للركلة الثالثة. مشاهدينا الكرام، هذا هو يوسف المطيع. كورتك يا المطيع، نعم جابها المطيع. هذه الإعادة مرة أخرى من هذه الزاوية. قراءة صح والتحرك صح، كل يترقب. لا شيء حسم. عبد الله حيمود يسعد لتنفيذ ركلة الجزاء. عبد الله حيمود يتلقى الإشارة في هذه اللحظات. عبد الله يتقدم. عبد الله يا عبد الله، يا عبد الله جابها في الشباك. عبد الله حيمود يتقدم الوداد الرياضي مرة أخرى. هذه إذا تصدى لها المطيع انتهى كل شيء إن شاء الله. ونتفادى الركلة الودادية الخامسة إن شاء الله. يجيب المطيع وينهي كل شيء بدون ركلة خامسة. هذه الأخيرة يا المطيع. بونو جاب البون والعربون بان اليوم يا المطيع. بونو جاب البون واليوم العربون بان يا المطيع. هكذا يا مدرسة الوداد، هكذا ومحراس الوداد. بونو جاب البون والعربون بان معاك يا المطيع. في الركلات الترجيح ينقذ الوداد من شبح الإقصاء، من كمين سيمبا. هكذا هي ليلة المطيع، هكذا هي ذكريات وركلات الترجيح. أعدنا ذكرى 2017 في الرباط مع نادي ماملودي سانداونز مع زويل العروبي، ولكن لا خوف على حراسة مرمى الوداد، لأن اليوم المطيع يتحدى، والمطيع يتفوق، والمطيع يتصدى، والمطيع يعبد الطريق للكتيبة الودادية بنجاح إلى دور النصف النهائي. مباراة حبست الأنفاس، مباراة الأعصاب.